زليخ اللاعب الذي سيعتزل بعد نصف ساعة من بداية مباراة اليوم. لاعب خدم الكرة البحرينية طويلا وقدم كل ما استطاع من عطاء فني لهذه اللعبة، وهو الآن نشاهده جميعا في هذه الصورة، وقد قدمت إليه باقة ورد من الزهرات من نادي الأهلي الذين حضرنا لهذه المناسبة ولتتويج جميع اللاعبين بمثل هذه الباقات. يحضر المباراة اليوم جمهور كبير من عشاق اللاعب حسن زليخ، ويقدرون بحوالي 7000 متفرج تقريبا. تحية من اللاعبين إلى الجمهور. طاقم الحكام إلى أرض حسن زليخ وجاسم يعقوب في لقطة تذكارية. في الواقع هناك كلمات كثيرة كتبت في الكتيب الخاص الذي أصدر بمناسبة اعتزال اللاعب حسن زليخ. فاللاعب حسن زليخ يستطيع وكما عودنا دائما أن يورث فنه وإخلاصه وروحه العالية للبراعم المتفتحة المتطلعة لمستقبل أكثر إشراقا. فأهلا بك، واعدا بالعطاء مع تمنياتي لك بالنجاح والتوفيق. سعادة الشيخ عيسى بن محمد الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. بالنسبة للنادي الأهلي في حراسة المرمى جميل أميري، في خط الدفاع علي شبيب، جمعة بشير، خضير عبد النبي وعلي مهدي. في خط الوسط عبد علي السكري، حسن حسين، علي حسن. في خط الهجوم جليل عبد الله، حسن زليخ، نوري العبار. صفر حكم المباراة محمد عبد الرضا معلنا بداية مباراة اليوم بين القادسية الكويتي والنادي الأهلي البحريني، مباراة الاعتزال للاعب حسن زليخ. الكرة تلعب ناحية الله، جول جول جول. اللاعب رقم 16 فيصل الدخيل سجل جول الأول في الدقيقة الأولى. فيصل الدخيل يسجل الهدف الأول. فريق هاي إعادة كرة كانت من جهة اليمين، انشاتت راحت رقم 7 عدلها لفله على طول الدخيل، لفها بجسمه وعلى شمال علي حسن ما يزال ومجنح جناح اليسار، يعطيه من قدام الدفاع يستلمها حسن زليخ داخل ضربة خطرة الله، شلون تطلع من جنب القائم برا على الملعب، ومحاولة جميلة من اللاعب حسن زليخ. جهد الجناح رقم 7 راشد البديح، ماشي راشد البديح، ترجع ورا جاسم يعقوب، الله جول جاسم يعقوب، وترجيعة جميلة من رقم 7 راشد البديح في الدقيقة 12. شلون ترجيع جاسم على طول من خط الستة وعلى يمين حارس المرمى اللاعب جميل أميري، يدخل فيه هجوم القادسية ويشكل خطورة وياب من هدفين فعلا. على طول السكري معليها فوق ويطلعها، ترجع مرة ثانية، كرة مرتدة، الله حلوة، جول يا سلام يا حلو يا حسن زليخ، يا سلام يا حسن زليخ. في الكرة في الدقيقة 15 هي عادة الكرة عالية من السكري في العارضة، تضرب ترجع يرجعها خلفية على طول وتضرب العارضة، وحسن زليخ على طول يحطها. وفي الواقع أسرة الرياضة بالتلفزيون تحيي هذا اللاعب وتشكر له جهوده التي قدمها طيلة حياته التي استمرت 16 سنة تقريبا في الملاعب، وتتمنى له أن
يعيش عيشة هنيئة ومستقرة. وعلى حسب قوله أنه ترك أيضا، أو من أسباب الاعتزال هو أن يريد الاستقرار في الواقع والتفرغ لحياته الأخرى غير الكروية.